حابب أقول شكرا ل 654 مشترك معانا، وأهلا بيكم متابعين قناة راديو كورة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان توصلكم آخر الأخبار وكمان البث المباشر لأحدث المباريات. ولو عجبكم الفيديو ياريت تدعمونا بلايك. والخبر العاجل اللي معانا النهاردة واللي تم نشره على بعض الصحف والمواقع الرياضية هو: هل سيرحل عماد متعب عن النادي الأهلي؟ أكد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي على أنه لا يعلم مصيره في حالة لم يتم تجديد تعاقده مع النادي الأهلي. وحتى الآن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر ما حصلش عليه عقد متعب مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري. نفس الأمر أيضا لحسام غالي لاعب وسط وقائد الفريق. وأشار متعب في تصريحات لبرنامج كل يوم إنه مش هيطلب الرحيل عن النادي الأهلي، وقال اتربيت في النادي الأهلي وصعب أسيبه بسهولة. وقال كمان إنه بيكلم البدري بخصوص عدم مشاركته في المباريات، وإنه في النهاية بيحترم وجهة نظر البدري بخصوص عدم وجوده في تشكيل الفريق. وقال مفيش أي مشكلة من الجلوس على مقاعد البدلاء، وقال إنه زمان كان بيتضايق من الموضوع ده لكن دلوقتي مستني الفرصة زي أي لاعب، وإنه المفروض يكون قدوة للاعبين الشباب. وقال بالتأكيد لو في رغبة في استمراري بالفريق والتجديد هقعد مع حسام البدري لمعرفة دوري في المرحلة المقبلة. وقال في نهاية تصريحاته: لما ألاقي نفسي ماليش دور في النادي الأهلي هعتزل فورا. مستنيين تعليقاتكم ورأيكم في تجديد عقد متعب، وهل شايفين ان لازم الاهلي يجدد له احتراما لتاريخه والانجازاته ولانه لاعب مؤثر في الماتشات الصعبة وبيصنع الفرق، ولا شايفين ان دي فرصة الشباب واللاعبين الجدد؟ وما تنسوش الاشتراك في القناة، وشكرا ليكم. إذا أعجبك الفيديو يرجى الضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الاشتراك ليصلك كل جديد. قناة راديو كورة، أنت في قلب الحدث.